تعالي بقى نعمل فكرة بسكوت حلو قوي لللانش بوكس. هو كده ميكس بين الكيكة وبين البسكوت، يعني مقرمش من بره وطري من جوه، وبيضتين اتنين بس، سهل وبسيط ومش هياخد منك وقت. يلا بينا نشوف الطريقة، بس قبل ما نبدأ ما ننساش نعمل متابعة ولايك وشير كتير. معايا بقى بيضتين بحطهم في الخلاط، عليهم كوباية الا ربع من السكر الناعم، وطبعا ما انساش نص معلقة صغيرة من الفانيليا. اضربهم مع بعض بقى لحد اللون لما يفتح كده معايا، وبضيف عليهم نص كوباية من الزيت. اهم حاجة الزيت ما يكونش له ريحة. الوصفه دي بستخدم لها 3 كوبايات من الدقيق، بس مش بحطهم مره واحده، بنزل بالدقيق تدريجي كده. انا حطيت كوبايتين من الدقيق مع ذره ملح طبعا، واقلب القوام كده لحد لما يبقى عجينه تقيله في ايدي، وفي نفس الوقت هي لسه بتلزق، يعني قوامها مش قوام عجينه. اقلبها بقى كويس لحد كده لما الدقيق يختفي، كوبايتين الدقيق افصلها بقى لنصين. نص هضيف عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام، واهم حاجه كده يكون نوع حلو علشان يبقى يدي طعم حلو. بحط عليه معلقه من الزيت، واقلب بقى الكاكاو مع العجينه. معلقه الزيت دي بس عشان اعرف ان انا ادمج الكاكاو. بتكون معايا عجينه ناعمه ومتماسكه، وفي نفس الوقت في تلزيقه كده بسيطه في الايد زي ما انتم شايفين. بركنها بقى على جنب، وباخد الجزء التاني اللي انا قسمته بضيف عليه الكوبايه التالتة من الدقيق. طبعا مش بنزل بيها كلها مره واحده، انا بنزل بيها تدريجي، لان طبعا بيختلف انواع الدقيق. برضو بتتكون معايا عجينه متماسكه وفيها نسبه تلزيق بسيطه. باخد بقى العجينتين معايا بقسمهم لاربع قطع، يكونوا قد بعض تقريبا. كل قطعة بقى انا هاخدها اشكلها، بعملها كده يعني ابرمها كده رفيع زي ما انتوا شايفين. مش مهم لو طولت معاكي، عادي خالص. بخلص بقى البرم بتاعي، وبعدين باخدهم بحط واحدة شوكولاتة على واحدة من الفانيليا. يبقى عامل زي الشطرنج كده. ابدا بقى ان انا اضغط عليهم بس بايدي عشان يتماسكوا، وبعدين ابرمهم على بعض زي ما انت شايفه في الفيديو بالظبط. اخدهم بقى ابرمهم عادي خالص، لو طولت مش مشكله، المهم ان هم يتبرموا ويمتزجوا. باخدهم بقى اقسمهم لنصفين متساويين. امسك النصين دول اعملهم زي الضفيره كده، وابدا ان انا ابرم زي ما انت شايفه وازق لجوه. انا عايزه سمك مش عايزه طول. ابرم وازق لجوه كده، وبعدين بجيب ورقه مدهونه بالزيت، ورقه زبده، وبحط عليها البسكوت بتاعي، وبحطه في صاج واخبزه في فرن على درجه حراره 170 لمده 45 دقيقه، اقصى حاجه 50 دقيقه. بيطلع بقى معايا بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، مقرمش من بره وطري كده من جوه، يعني هو انشف من الكيكه حاجه بسيطه. ببدا بقى ان انا ازينه، بحطه على شبكه، بس انا ما عنديش شبكه فحطيته على كوبايتين. ومعايا شوكولاته، دي شوكولاته خام على شوكولاته بالحليب، على معلقتين زيت مسيحاهم على حمام بخار او سايحين في الميكروويف. وببدا ان انا اغطي بيهم البسكوت كده، واتاكد ان البسكوت كله اختفى مع يعني اتغطى كله بالشوكولاته. اقسمه بقى القطع متساويه، تكون سميكه كده شويه. احلى بسكوت ممكن تاكليه، طعمه حلو قوي قوي وريحته جميله، وينفع قوي لللانش بوكس، هيعجب اولادك. الف هنا وشفا على قلبكم. ما ننساش الاشتراك في القناه ونفعل الجرس واللايك والشير علشان يوصل لكل حبايبنا. وبالهنا والشفا.